وفعلا لقيتها. كانت ماشية لوحدها حاضنة كراستها الصغيرة اللي اتقطعت منها الورقة اللي أنا قريتها. كانت زي ما شفتها أول مرة، سرحانة وماشية في عالم لوحدها، مش حاسة بأي حاجة بتحصل حواليها، حزينة هادية وجميلة. مشيت ناحيتها، وقفت قدامها وقطعت عليها وحدتها. اتخضت، بصيت لي باستغراب، شفت في عينيها كل براءة وطيبة الدنيا. من نظرة عينيها عرفت ان هي كمان عرفتني، هي كمان كانت بتدور على اللي روحها كانت عايشة معاه في حياة تانية. كانت الورقة اللي لقيتها على الرملة لسه في جيبي، مديت ايدي اديتها لها، قلت لها وانا مش قادرة اشيل عيني من عينيها: مش عايزك تموتي. بصت في الورقة وفهمت وابتسمت. هي مردتش عليا. لحد اللحظة دي أنا ما كنتش سمعت صوتها، لكن ابتسامتها اللي أنا تهت فيها كانت الدعوة اللي أنا اتمنيتها عشان أدخل عالمها. بقيت قتيل ابتسامتها، وهدف حياتي بقى أن أحافظ على الابتسامة دي، إنها ما تغيبش تاني أبدا عن وش صاحبتها. ومشينا جنب بعض، وكنا أنا وهي بس طايرين في الفضاء بعيد تماما عن الأرض. استمر الكلام بينا ما اتقطعش لأيام وأسابيع، وكنا روحين مصدقوا لقوا بعض. عرفت عنها كل حاجة وعرفتها عني كل حاجة. حكت لها على إنسان عاش طول عمره من غير قلب، وقلبه اتولد على ايديها. وحاولنا ننفذ كل الصور اللي كانت في خيالنا عن حياتنا مع بعض. كل الصور وكل الخيالات اللي كانت مبهمة ومش واضحة بقت ذكريات حقيقية عشناها مع بعض. هي اللي علمتني أكتب وأسجل مشاعري على الورق زيها، وكراستها بقى فيها كلام كتير عني، وجابت لي واحدة شبهها، ودي أول حاجة بكتبها. بكتب قصتنا وإزاي اتقطعت طرق حياتنا مع بعض. كانت هي خايفة من المستقبل وإيه هيحصل بعد ما تخلص أجازتنا ونرجع تاني، لكن أنا مفيش جوايا أي خوف، متأكد إننا هنلاقي طريقة نكمل بيها حياتنا مع بعض. عشت معاها عمر بحاله في كام يوم ما ينفعش أصلا يتحسبوا من العمر. فكرة دخولها حياتي كانت لوحدها كفيلة إني أفضل عايش سعيد وممتن لها الباقي من عمري. كنت فاكر إني بنقذها، لكن هي اللي غيرت حياتي وأنقذتني. كل حاجة معاها كان ليها طعم جديد: الأكل، السهر، البحر، المشي. لأول مرة بعرف متعة المشي مع حد بتحبه، وبكامل إرادتك ملكت روحك وكل مفاتيحك. مش مهم هنفضل قاعدين قد ايه مع بعض، فجأة الزمن ملوش مقياس والأبدية ملهاش معنى. كان المهم إن أكون معاها وأفضل جنبها مهما طال أو قصر الزمن، وعارف إني حتى لو مت روحي هترجع تدور عليها تاني في حياة تانية.